ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب، اللهم امين. النهارده هنتكلم عن ريفايف توكنز وازاي نجيبها علشان نستعد لارض الزومبي مود 3 اللي نازله، هتنزل في شهر فبراير علشان نعرف نكملها لحد الاخر. طبعا زي ما انتم شايفين انا عندي منه كتير، يعني انا بسم الله ما شاء الله مش محتاج اجيب منه تاني الحمد لله يعني. طب ايه اللي مطلوب مني علشان اجيب ريفايف توكنز زي اللي عندك كتير كده هوت؟ خليك معايا. اول حاجه هنعملها هنلعب ديث رالي. ديث رالي دوت ارض سهله جدا وما فيهاش اي مشاكل وممكن تكملها لحد الاخر من غير ما تموت ولا مره، اصلا ما فيهاش موت، يعني مش هتاخد منك 5 دقايق على ما تكملها. بعد الارض ما تخلص هيبقى معاك سكور زياده هيتضاف لاي ارض زومبي تنزلها بعد كده، وده اللي احنا محتاجينه وهقول لكم ليه دلوقتي. في ارض تانية هتنزلها بعد كده اللي هي ايه؟ بوس ارينا، اللي هي فيها ال5 بوس. طبعا دي ارض صعبه انا عارف، ومحدش فيكو على طول، مش كل الناس بتعرف تكملها لحد الاخر، بس لازم ننزل الارض ديت ونلعب على الاقل لغايه لما نقفل 100,000 سكور او اكتر. انا شخصيا قفلت 300,000 اول لما نزلت بسم الله ما شاء الله يعني، فطلعت على طول. بعد كده هنلاقي الصناديق في الايتمز، بس لما نيجي نفتحها هنفتح صندوق ديث رالي، السيلفر بتاع ديث رالي اللي تحت دوت اللي موجود هنا، هو تالت واحد، ايوه هو ده. مستحيل تفتح صندوق ديث رالي من غير ما تاخد على الاقل هايبوميد كبيره اللي هي 60 اتش بي او ريفايف توكنز. حتى في الصناديق البرونز على فكره، يعني مش شرط تكون صندوق سيلفر بس، وانا على فكره جربت البرونز يعني، بس عشان محدش يقول لي انت معاك في اي بي يا عم انت تجيب السيلفر بصباع رجلك، هقول له ما انت كمان يا عم ممكن تلعب وتجيب البرونز بصباع رجلك، يا اما بقى انت نوب ومالكش فيها ومش بتعرف تلعب وروح بقى ما تجيش تلعب عندنا تاني. يلا بقى ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب علشان انزل لكم فيديوهات اكتر بقى كل يوم. احب افكركم بحاجه، انا امتحاناتي قربت واحتمال يعني ايه اوقف فيديوهات لمده يعني لا تزيد عن اسبوع، لان انا امتحاناتي مش هتاخد اكتر من اسبوع بس. والسلام عليكم.